لا تنظر لأحد ولا تقارن نفسك بأحد. الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله العزيز الحميد، المحصي المبدئ المعيد، أحق من عبد وأكرم من سئل، وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية، والسر أمامه علانية. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، رحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في تفسير قول الله تعالى: ولا تمدن عينيك. نظن أننا نحب أنفسنا حين نرى من ينجح أسرع منا، فنشعر بنقص لا نفهم مصدره، وندخل سباقا لم نسجل فيه بإرادتنا. فالمقارنة لا تقتل الثقة فقط، بل تربكك من الداخل، وتقول لنفسك: من أنا؟ وماذا أريد حقا؟ ولماذا لست أنا في هذا المكان بدلا من هذا الشخص؟ فحينها تقيس نفسك بغيرك، فتفقد اتصالك بذاتك، وتعيد تشكيلها لترضي خواء داخليا لا يشبع. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هكذا قال الله تعالى ليعلمك أن التفضيل ليس تهديدا لذاتك ولا طردا من رحمته، بل دعوة لتقبل نفسك كما أنت، ولا تقارن نفسك بأحد، ولا تتشبه بمن فضلهم الله عليك، فأنت أيضا قد فضلك الله على غيرهم. نصيحتي لك أخي الحبيب: احمد الله في كل وقت، ولا تقارن نفسك بأحد. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.